السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يا حلوين. النهاردة احنا هنعمل ايه؟ ملوخية، بس ملوخية ناشفة. وعشان ملوخية ناشفة انا بعمل ايه؟ الشوربة دي شوربة فراخ كانت عندي، بحط معلقة صلصة بتوديها في حتة تانية خالص عشان الملوخية الناشفة تبقى طعمة كده. احنا بنحب في البيت، يعني عندنا احنا اللي بنحب ايه؟ الملوخية الناشفة. نسيبها بس شوية وهنضيف دلوقتي الملوخية. بصوا غليت شوية، لقد حان موعد اسقاط الملوخية الناشفة. يا جمالها يا جمال، ما نحطش كله عشان برضك نشوف هي عايزة شوية شوربة، عايزة شوية ملوخية، احنا اللي بايدينا نتحكم فيها. يا جمال الملوخية. نضيف بقى ايه؟ التكة اللي بتخلي الملوخية برضك في حتة تانية، دي توم ني. نقلب شوية على ما نعمل ايه؟ الطشة بتاعتها الجميلة. وادي المقلاية على النار، حطيت شوية توم، وهنحط معلقة كزبرة حلوة. نقلبها بقى، نقلبها كويس لغاية بس ما تحمر، يبقى لونها ذهبي. وهنا معانا الملوخية اهي. بصي هي الملوخية ما بتغليش كتير يعني. وده بدأت تخش في الايه؟ في التحميرة. ما ينفعش ان احنا نحرقها قوي او برضه ننزلها بيضة، لازم تبقى ذهبي كده. اول ما تغلي كده نسمي بالله ونشيلها عشان نحط ايه؟ الطشه مكانها. خلاص. الطشه على النار اهي اهي، قربت توصل اللون اللي احنا عايزينه. اهي بدأت توصل للون اللي احنا عايزينه. بصوا بقت لونها ايه؟ الذهبي اللي احنا عايزينه. نعمل ايه؟ نحط الملوخية مكانها. نجيب بقى مغرفة، نجيب مغرفة عشان ايه؟ نحط الطشة. انا قلت لكم مغرفة، هقول لكم ليه. هنروح عاملين كيس، كله بيقول كده لازم تعملوا الشقة زي ما اتعلمنا. طبعا لازم الطاسة تاخد حقها. بص 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 اهو، بص بصوا الجمال. بص، بالهنا على قلوبكم وقلوبنا. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.